ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض من نص كيلو بانيه وحتتين كده او تلاتة. هنعمل 41 قطعة من الناجتس. انا جربتها مرة ان انا اضربها في الكبة واحط عليها شوية توابل والخلطة اللي احنا عارفينها دي، بس جربت بقى المرة دي اعملها زي ما هي كده. عملت ازاي 41 قطعة؟ ان انا جبت كل قطعة وقسمتها 4، ولما اجي احطها في البقسماط هديها دقة بايدي كده علشان تتفرد، فهتبقى كل ربع عمل لي قطعة جديدة. هو ده اللي عمل الكمية معايا. غسلته كويس جدا وقطعته الاول، وبعد كده حطيت ملح وفلفل وزعتر، توم باودر، بصل باودر، وصويا صوص ودبس رمان وعصرة ليمون. تقدروا تستغنوا عن دبس الرمان والصويا صوص، بس بتدي مزازة كده للبانيه حلوة. وطبعا عصرة الليمون تحفة في البانيه. بتحطي التوابل اللي انت عايزاها من كل حاجة، معلقة صغيرة علشان ما نغطيش على الطعم. وجبت عندي معلقة عسل ابيض كده بتدي طراوة للحم الفراخ، سواء بانيه او فراخ، بتبقى حلوة قوي. تقدري تبيتيها في التتبيلة في التلاجة من بالليل، او تستخدميها على طول او قبلها ب4 ساعات، مفيش اي مشكلة. انا استخدمتها على طول بصراحة. وجبت عندي بضايه، حسب طبعا الكميه، بضايه بقى بيضتين زي ما انت عايزه. بدل بقى ما نحط في طبق فيه بيض وطبق فيه بقسماط وطبق فيه دقيق، لا، بنحط البيض على البانيه زي ما انتم شايفين وقلبه كويس. وعندي طبق فيه بقسماط، تقدروا تبهروه او ما تبهروهوش براحتكم. وهبتدي ان انا احط عليه غلفه بالبقسماط كده، وهيطلع معايا بالشكل ده. بصوا، كل قطعه بانيه مفروده وحجمها كبير حلو قوي. هبتدي احطها في التلاجة او تحطوها في اكياس في الفريزر. وده فيديو النهارده.